أنا اسمي هايدي، خريجة بكالوريوس خدمة اجتماعية، عاملة مشروعي ده من 6 سنين. عندي بايك في المنشية وده الفرع بتاعي التاني في سوتر. من كام يوم كده وانا معدي في سوتر لقيت زحمه واقفه كده بيجيبوا حاجات، فقربت وبصيت كده لقيت بنت ومامتها واقفين يعملوا دوناتس وحلويات في الشارع. بس دي مش اي حلويات، انا بصوا لقيتها بتغرق وحده الدوناتس من جوه ومن بره بالصوص، وعندها كمان حاجات تانية كتير قوي. تعالوا بقى اعرفكم عليها. أنا اسمي هايدي، خريجة بكالوريوس خدمة اجتماعية، عاملة مشروعي ده من 6 سنين. عندي بايك في المنشية وده الفرع بتاعي التاني في سوتر. بعمل حلويات بيتي، بعمل دوناتس وسينابون وتشيز كيك وتريليتشي. وعندي وزارة السعادة، دي حاجة خاصة بيا أنا عملتها. هي عبارة عن شوكليتس كده، أوريو ونوتيلا وكندر بوينو وقطع شوكولاتة بقى والكريسبي، حاجة كده شوكولاتة جميلة. عندي بقى كمان مخبوزات ماما. المخبوزات دي ماما اللي عاملاها، فانا سميتها على اسمها عشان هي مخبوزات مميزه جدا عندنا، والحمد لله بصراحه ان كل حاجه حلوه، يعني الناس مبسوطه بيها. يعني اول حاجه جربتها عندها دوناتس فوز، بجد يا جماعه وهي بتتعمل منظرها رهيب، بتحشيها وبتغرقها من جوه بيستاشيو. هل تسكت على كده؟ لا، دي كمان حرفيا بتغرقها لك من بره فوز مع رشه مكسرات كده فوق الوش. وانا قلت لها تعمل لي واحده ثانيه بالكندر، بتبقى هي باختلاف الصوص. كمان انا عايز اقول لكم ان اقسم بالله في اماكن حلويات كبيره جدا وبراندات كبيره قوي ما بيعرفوش يوصلوا للدرجه دي من الدوناتس او البامبوليني دي خالص. طعم العجينه كان رهيب ومحشي من جوه ومن بره. بصوا يا جماعه بجد يعني انا ما دقتش كده قبل كده بصراحه. ركز معايا كده، بص وتسمحوا لي بقى اقول هنا اني اكاد من فرط الصوصات جوه وبره اذوبه. بقول لك رهيبه. نخش بقى في مخبوزات ماما. العجائن الجميله كلها بعملها من مخبوزات ماما. هايدي مسميها مخبوزات ماما على اساس ان انا عملتها لها من الاول، فهي عجبتها المخبوزات وقالت انا لازم اسميها باسم ماما. ودي زي ما سمعتوا بالظبط مخبوزات ست الكل اللي بتعمل. بجد يا جماعه طعم العجينه حلو قوي ومحشيه جبنه وزعتر وزيتون بكميات حلوه، فانت مش بتاكل حاجه فاضيه. هايدي كمان بتعمل سندوتشات، وده اول واحد جربته كان بسلطه الريكفورد، وانا عن نفسي عجبني جدا عشان انا اصلا بحب الجبنه الريكفورد، فانت لو ما بتحبهاش خلاص. بس ده بقى شيدر باللانشون، وده سندوتش اي حد ممكن يعمله في البيت. بس بقى قلت لكم قبل كده يا جماعه ارزاقه متقسمه. الجماعه اللي جاي ده بقى حرفيا مفاجاه بالنسبه لي، ديسباسيتو، وانا بصراحه في العادي ما بحبهاش ولا بحطها في بوق. بس يا جماعه هنا اقسم بالله بدون مبالغه انا هروح لها مخصوص بدون مبالغه. يعني الديسباسيتو والدوناتس ومخبوزات ماما دول حرفيا انت تروح لهم مخصوص. غيرت لي وجهه نظري عن الديسباسيتو بجد والله العظيم، والله ما كنت باكلها. والقرآن ما كنت باكلها ولا احطها في بقي. عايز اقول نخش بقى في التريليتشي او القشطوطه زي ما بتسموها، ودي حرفيا قشطوطه بيتي مش هقول اكتر من كده، مخدومه بسمنه كويس بلبن نوع نضيف. تبل بلبن، عارف يعني الكيكه خفيفه والكراميل تقيل والكريمه خفيفه، فعامله معادله بالتلازينه. هايدي ومامتها يا جماعه بيشتغلوا الصبح في المنشيه وبالليل في سوتر، بجد يستحقوا ان احنا نروح لهم وندعمهم مره والف مره. وعنوانهم سهل وبسيط. بصوا ادي شارع سوتر اهو ماشي، ادي المجمع، الناحيه الثانيه في بيكن جو والبحر، هي قدام بيكن جو بالظبط. بس كده، يلا سلام.